السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. تعالوا النهاردة بقى نعمل حاجة كده مختلفة عن الايام اللي فاتت. هعمل معاكم طاجن مكرونة زي بتاع المحلات بالظبط. وهنعمل بطعمين مختلفين، هنعمل واحد باللحمة وواحد بالفراخ. طواجن محلات الكشري. عندي كده طاستين على النار، كل واحدة فيها معلقة زيت. هنزل ببصل مفروم. هنا هعصج اللحمة. الطاسة التانية هوطي عليها شوية لحد ما اصفي الفراخ بتاعتي البانيه واجيبه اقطعه. هقلب بقى اللحمة تقليبة كده واروح اجيب البانيه. معايا هنا بقى صدور فراخ، معايا حوالي ربع كيلو او نص كيلو، يعني الا حاجة بسيطة كده. هقطعهم بقى، انا غسلاه كويس جدا ومصفياه، نقعته الاول في مية وليمون وملح وبعد كده شطفته كويس وصفيته. اخدته قطعته بقى مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين ونزلت بيه على البصل. هبدأ املح بقى. البهارات بتاعتي ملح فلفل وكمون. معلقة صغيرة قرفة. ومعلقة صغيرة برضو 7 بهارات. هقلب بقى الكلام بتاعي ده كله مع بعضه. ادي الفراخ وادي اللحمة. وهسيبهم بقى يتعصجوا كويس ونرجع لهم تاني. الأكلة دي يا جماعة هنحتاج لها مكرونة، لحمة معصجة وصلصة. لو حابة تعمليها بالفراخ ممكن كمان تعمليها بالكبدة، بيبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى كنت قسمتهم على طواجن، عملت 2 باللحمة وواحد بالفراخ. اللحمة حطيتهم في الطواجن الفخار دي. والطاجن البايركس ده حطيت فيه الفراخ. هنا انا بحط المكرونه نيه، انت ممكن تسلقيها نص سلقه او يا دوب تاخد غلوه كده في الميه، بس انا بحبها كده. انا ما حطيتش شطه خالص او اي حاجه سبايسي علشان انا هعمل شطه زي بتاعه الكشري. هنزل بقى بالصلصه. الصلصه بتاعتي يا دوب بتغطي المكرونه. هنا خلصتهم، حطيت الصلصه زي ما انتم شايفين يا دوب مغطيه المكرونه. هغطيهم بقى كويس، لازم الطاجن بتاعي يبقى فيه يعني فيه جزء فاضي من فوق عشان المكرونه بتزيد. عشان تستوي معايا كويس، ما يبقاش مضغوط قوي او مليان قوي مكرونه عشان يستوي كويس. هغطيهم بقى بورق فويل. انا ما كانش عندي ورق زبده بصراحه، فحطيت ورق فويل على طول. هنا انا كنت مسخنه الفرن بتاعي، فهدخلهم بقى الفرن، هحطهم على الصاجه اللي تحت اول رف خالص على فرن عالي لحد ما الاقيه بدأوا يغلوا كده، اطلعه على الشبكه. تعالوا بقى نعمل الدقه. دقة محلات الكشري، دقة الخل والثوم. معايا هنا كوباية مية. حطيت عليها معلقة توم صغيرة وهعصر عليها ليمونتين كبار. هعصر الليمون كده زي ما انتم شايفين. الطواجن دي يا جماعة طعمها حلو جدا وأحسن من الجاهزة بكتير، لو جربتوا تعملوها في البيت هتعجبكم. وهتبطلوا تشتروها أصلا من بره. هحط كمان معلقة كبيرة خل، معلقة ملح، كمون. وكمان هحط كزبرة ناشفة. هقلب بقى الحاجات دي كلها، نحط الكزبرة. نقلب بقى تقليبة حلوة ونخليه يغلي على النار. ممكن تقلبيه وبعد ما تقلبيه كده ممكن نقدمه كده على البارد وممكن نغليه، انا بحب اغليه. تعالوا بقى نعمل الشطة، شطة الزيت. معايا هنا معلقة زيت. هنزل عليها بمعلقة شطة حمراء. شطة ناعمة. في المرحلة دي يا جماعة ريحة الشطة بتطلع جدا. فنخلي بالنا كده عشان لو الولاد معانا في البيت او عندنا بيبيهات صغيرين بلاش يبقوا واقفين معانا في المطبخ. هنا اول ما حمرت الصلصة او شوحتها كده مع الزيت، نزلت عليها بمعلقة صلصة طماطم. شايفين ادي الدقة بتاعتي. هنا بقى كان الكشري استوى. نسيت اقول لكم ان الشطة اول ما بتاخد غلوة بنطفي عليها على طول. هبدأ بقى اسلكه من الجوانب كده علشان ابدأ اقلبه وهوريكم شكله. المكرونة مستوية معانا خالص. المكرونة يا جماعة مش الكشري، معلش. بصوا بقى هقلب الطاجن كده، دي اللي بالفراخ. عايزة اقول لكم ان الطعم تحفة تحفة جدا. جربوها هتعجبكم. بصوا دي اللي بالفراخ، تعالوا بقى نقلب واحد من اللي باللحمة.
طبعًا الطعم والريحة حاجة جامدة جدًا، ده طبعًا غير النضافة وأنتِ ضامنة اللحمة اللي أنتِ حاطاها، وضامنة الفراخ، وضامنة كل حاجة أنتِ عاملاها بإيدِك في البيت لولادِك، وكمان هنلاقيه أرخص من برّه، الطاجن ده علشان نجيبه بالحجم ده من برّه مش أقل من 70، 80 جنيه دلوقتي. ده بقى اللي باللحمة، واحد منهم، شايفين اللحمة؟ هنطلّع بقى هي ما فيش حاجة لزقت في الطاجن الحمد لله، وده التاني اللي باللحمة التاني، ودي كانت الدقة والشطة اللي أنا عملتهم. هنا بقى أنا مش عارفة إيه اللي حصل الصورة اتقلبت كده ليه، بس خير الحمد لله. هنا كنت باوريكم شكل الطواجن بعد ما قلبتها، تعالوا بقى نشوف المكرونة مستوية، ما فيش حبّاية مكرونة مش مستوية كويس، وطرية ما نشفتش ولا أي حاجة خالص، واخدة من طعم الفراخ بالبصل، وواخدة كمان من الصلصة، شاربة من الصلصة مع الفراخ مع البصل، طعمها تحفة، اللحمة كمان حلوة جدًا، إحنا ممكن كمان نقطّع خضار، ممكن طماطم مكعبات أو فلفل ألوان، ممكن فلفل أخضر، لو مش حابة تعملي شطة الزيت ممكن نحط شطة spicy اللي هي الخضرا، وبالهنا والشفا.